العهد القديم الله يعلن عن رغبة قلبه. ركزوا معايا شوية، يعني الكلام هيكون تعليمي حبتين، فمعلش عايز تركيز حبتين. في العهد القديم أعلن الرب أو أعلن الله أشواق قلبه إن يسكن وسط شعبه، يسكن وسط شعبه، الساكن وسط تسبيحات شعبه. طب هتسكن فين يا رب؟ قال في وسط الشعب اللي أنا دعوته واللي أنا تبنيته واللي قلت عنه ابن البكر. طبعا انتوا عارفين في العهد القديم الكلام عن خاص عن الشعب الأرضي، الشعب الأرضي. طيب الرب عاوز يسكن في وسطهم. ما سكنش في وسطهم في مصر، لا. عارفين ليه؟ لأن مصر مليانة بالأصنام. ثانيا لأنهم هم جميعا كانوا إنجاز التعبير مش أحسن من المصريين، ما عبده المصريين شاركوهم في عبادته. يعني اوعوا تفكروا هم يعني سوبر، ابدا ما حصلش. ده الرب قال عنهم شعب صلب الرقبه، يعني رقبته تديه على دماغه وما تتكسرش. فما تفكرشم يعني احسن حالا من غيرهم، لا. ده الرب عشان مواعيده مع ابراهيم ومع اسحاق ومع يعقوب نفذ كلامه، لان الرب لا يغير ما خرج من فمه، فهو صادق فيما قد وعد به. فتبناهم وقال عنهم ابن البكر ومشي وسطيهم لغاية ما طلعوا من أرض مصر، أرض العبودية. خد بالك معاي، في مصر مستعبدين ومذلين، كان لابد من فداء بالدم، كان لابد من خروف الفصح. عشان كده الخلاص كان ليه جانبين. لما تقرأ سفر الخروج في جانبين، الخلاص بالقوة والخلاص بالدم، الاثنين مع بعض. لما تروح في العهد الجديد هتلاقي برضو نفس الشيء، القوة والدم. الخلاص بالقوة، الرب أظهر قدرته وقوته من خلال المعجزات والضربات التي ضرب بها أرض مصر، وأظهر أنه حي. دي يطلق عليها بذراع قوية ويد ممدودة. لكن لا، كده أظهر قدرته، أظهر قوته، أظهر سلطانه، عظمة شخصه. لكن الشعب ده قال لا، ما احطش ايدي في ايده غير لما افديه الاول. لما يفدى ويطهر بالدم نحط ايدينا في ايدين بعض. ولذلك اوصاهم في خروج 12 بعمل الفصح، اللي هو خروف سليم خالي العيوب، تذبحه كل الجماعه، وياخدوا الدم وحطوه في طاسته من الطست على العتبه العليا والقائمتين في الليل والدنيا ظلام يعبر. النتيجة إن اللي مش حاطط الدم على العتبة العليا والقائمتين وداخل البيت بياكل اللحم المشوي بالنار، يحصل له إيه؟ يتقتل البكر. وعملها فافتداهم بالدم وارتبط بهم من خلال الذبيحة. طب تقول لي في العهد الجديد طبعا زي كده تمام. لما كان الرب يسوع بالجسد على الأرض أظهر قدرته الفائقة وقوته في صنع المعجزات، والمعجزات التي صنعها رب المجد يسوع بقوته وقدرته قال عنها يوحنا الحبيب إن كتبت واحدة واحدة لا أظن أن العالم يسع الكتب. طب ودي ليه؟ قال لك هذه صنعها الرب يسوع لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، ولكي تكون لكم حياة إذا آمنتم باسمه. هذه القدرة والقوة. بس كان لازم يروح للصليب، كان لازم يبقى فصحنا، زي ما بيقول في كورنثوس الأولى 5 المسيح فصحنا ذبح لأجلنا. كان لازم الفداء بالدم. عشان كده راح للصليب وانصلب علشان يفدينا. ادي الاثنين مع بعض. بص بقى، بعد العملية دي خرجوا من أرض مصر، الحرية، التحرير. لابد من ترك مصر، وده اللي حصل مع كل اللي آمنوا بالمسيح. حصل ايه يا ترى؟ ان الرب يسوع بالدم غسلنا، وبالروح القدس ختمنا وسكن فينا، وطلعنا روحيا من هذا العالم. اسمع الآية الحلوة دي. يقول الرب يسوع هم في العالم لكن ليسوا من العالم. احنا فيه لكن احنا مش منه. احنا غربة ومروحين للسماء. احنا لا وطننا هنا ولا نعرف هنا، لكن احنا وطننا فوق، رايحين المجد، مستنيين مجيء المسيح. عشان كده من لحظة قبولنا للمسيح صرنا غرباء متغربين، منتظرين نروح
وطننا وبلدنا الغالية علينا، هنوصل بالسلام. إن آجلا أو عاجلا سأرقب الصباح، تنقشع كل الغيوم إذا ما الفجر لح. هنوصل بالسلام. طيب السؤال أو الشيء اللي بعد كده، خرجنا من العالم مع أننا بكياننا الإنساني موجودين فيه، لكن إحنا مش من العالم، إحنا لنا وطن تاني. هم خرجوا من أرض مصر خروج حرفي، إحنا خرجنا من العالم خروج روحي. أرجو أنكم تلاحظوا الفرق بين الاثنين. هم خرجوا خروج حرفي، تركوا مصر، عدوا بحر سوف، دخلوا البرية متجهين اتجاه على حسب ما الرب قال لهم. وإحنا كمان قبلنا المسيح المخلص، سكن بالإيمان فينا، ختمنا بالروح القدس، إحنا صرنا شعب أخص غالي على قلب الرب، موجودين بكياننا في العالم، لكن إحنا تغيرت جنسيتنا ووطننا، بقينا ناس سماويين.